فيديو النهاردة اسمك داون. فقبل ما نبدأ لايك واشتراك ويلا بينا نحلل العرض. واسمك داون ده أول فيديو لينا فويلكم. بدأ العرض معانا بمباراة حلوة أوي بالنسبة للطبقة المتوسطة، وهي أبولو كروز وبارون كوربن ضد الفانتازما رجالة سانتوس كوبار. طبعا مباراة كأداء حلو أوي، وفي الآخر طبعا كالعادة فاز رجالة سانتوس كوبار بتدخل سانتوس وتثبت 3 وفازوا. بس ايه البصة دي يا معلم؟ انت ايه يا معلم؟ وبس كده والماتش خلص. بعد كده هنروح لفقرة حلوة لال اي نايت، ودخل وكان معاه عقد في ايده، وباين اصلا ان هو طالب مباراة في سمر اسلام ضد لوجان بول، وفضل يقول ان هو عايز يلعب في سمر اسلام ضد لوجان بول، وجاب العقد ده عشان يمضيه. والعقد ده في سمر اسلام مباراة بين لوجان بول على لقب الولايات. وطبعا مضى العقد الانايت وخلص كده مضي العقد، بس فضل يقول انا دلوقتي شايف امضتي يا شايف امضة نيكاليس يا بس مش شايف لأمضة لوجان بول. وطلع اخبار ان لوجان بول هيشارك في سماك داون الجاي علشان يمضي العقد. وانتهت الفقرة على كده، والانايت يتحقق الجماهير وبنسبة كبيرة جدا في سمر اسلام الماتش ده هيكون بينهم، ولوجان بول هيظهر في سماك داون الجاي. الماتش اللي بعد كده بين دي اي واي ضد اوستن سيري وجرايسون وولر، وكانت مباراة مطالبة للألقاب أو استعادة ليها، ولكن هنا كان اوستن سيري وجرايسون وولر بيفنشوهم الفينش بتاعهم، ولكن رجليهم خبطت في بعض وتشامبا اتفادى ضربة. وفي الآخر جرايسون وولر ضرب سيري بالغلط وضربوا جرايسون وولر وسط فرادوي، وفي الآخر فنشوه. وبس كده بعد الفينش ده انتهى جرايسون وولر وعدى عليه جربانو 3 وكسب الدي اي واي وحافظ على الألقاب. بعد كده كنت رودز وراندي أورتن كانوا في خلف الكواليس، وراندي قال له ان هو معاه ضد البلود لاين. بعد كده جيكوب فاتو اتدخل في مباراة التاج تيم، وسولو سكوا طلع له وفضل يتكلم شوية ويقول اكنولينج بيه والجمهور يعترف بيه، وقال رومان رينز لما يرجع هيعترف بيه. واتدخل بعد كده كودي رودز ودخله وقام رايح قايل له انا طلبت منك عرض مباراة في سمر اسلام بس ليه ما خليهاش دلوقتي. وقام رايح على البدلة ورامي الحزام وواقف لهم استهدى باللبس كودي. وبعد كده نزل ضرب فيهم بشجاعته، ولكن طبعا اتلموا عليه وضربوه. وبعد كده دخله راندي أورتن وضرب تاما تونجا وضرب تونجا لوا، وقام رايح موقع جيكوب فاتو تحت الحلبة. وبعد كده خد دي ليه سولو سكوا بس كانت جامدة أوي. وبعد كده بقى اتلموا على راندي أورتن وكودي رودز ربطوه في الحبل كده ونزلوا ضرب فيه وفي ضلوعه وفي كل جسمه وبالسلم. والتونجا براذر مسكوا راندي أورتن ضربوه وواحدة باور بومب جامدة. وبعد كده ظهر راندي أورتن في ذمة الله وصمم سبايك لكودي رودز. وفي الآخر سولو سكوا رفع ايديهم كلهم وخلصت الفقرة على كده. وفي الآخر راندي أورتن طبعا طلع مصاب، وبكده سمر اسلام كودي ضد سولو ورومان هيرجع في سمر اسلام، يا اما هيرجع في سماك داون اللي بعد سمر اسلام.